الغادر المغربي هي للتجسس على الشعب المغربي، هي لسجن الشعب المغربي، هي للتآمر على الوحدة الترابية الجزائرية، هي لتلغيم الجو بين الجزائر وبين مختلف الدول، هي للإيقاع بيننا وبين غيرنا، هي للضغط على الأمة الجزائرية حتى تخترق السيادة، وحتى يتآمرون على تفكيك جيشنا، ويتآمرون. أنا مسيد معليش ولا كان راح الضوء، حنا واش نديروا؟ وبالك راه كاين واحد هنا من الثورة المضادة تاع الضوء، واش نعرف؟ لازم نكلموا خونا وزير الطاقة والمناجم، وهو رجل فاضل ونحترمه ووطني ونجله، سي محمد عرقاب. ونكلموا خونا مراد عجال، وهو رجل وطني نحبه ونحترمه، مدير سونالغاز. بالك يفتحوا تحقيق، بالك نلقاو واحد من الثورة المضادة قطع علينا الكهرباء، وإذا كان ما كانش منها حتى الإخوة الإعلاميين المشكورين اللي جاوا معنا اليوم يشوفوا معاناة أهل الجنوب، 55 في الظل وتريسيتي مقطوعة. قسما بالله علي العظيم. يلا سليت الفيديو السابق ديال هذا بن جرينا نيتس البوق ديال نظام حضارات الجزائر، كندخل تويتر كنلقى هذا الفيديو بأنه كان مستمرا في التطاول على المغاربة وعلى المغرب، وسب وشتم المغاربة والمغرب، ووصف المغاربة بالذباب وما إلى ذلك من هذه الأمور، حتى تقطعت عليه الضوء، حتى تقطعت عليه الكهرباء. بقى كيكذب وكيخرط وكيطلق في السلوكيات وكيطلق في الأكاذيب والبروباغندا، ويسب ويعاير حتى تقطعت عليه الكهرباء. هذا بن جرين، هذا اللي ما كتعرفوش، هذا راه من اكبر الشياطين، من اكبر الابواق ديال نظام حضارات الجزائر. دابا راه انا فاش كنقول لكم اودي راه الوضع داخل حضارات الجزائر كارثي بكل ما تحمل الكلمه من معنى. ما عندهم لا حليب لا زيت لا كهرباء لا مواد غذائيه ولا هم يحزنون. راه انتم شفتوها بالدليل